طيب احنا النهارده هنتكلم عن التطعيمات الإلزامية اللي لازم نديها لطفلنا. أول حاجة من وقت الولادة بالظبط بناخد تطعيم البي سي جي اللي هو ضد الضرن، ومعاها كمان تطعيم البوليو. طبعا عارفين كلنا الضرن او السل، وعارفين كلنا البوليو اللي هو شلل الاطفال، ومهم جدا ومش لازم نشرح اهميتهم دلوقتي. انتوا عارفين طبعا السل كان بيقتل وشلل الاطفال يمكن في حالات قدامكم انتوا تعرفوها. بعد مرور شهر بياخد تطعيم البوليو اللي هو شلل الاطفال عادي جدا، وبيضيف عليه الدي بي تي اللي هي الدفتيريا والبرتاسس اللي هي السعال الديكي، ومعاها التيتانوس اللي هو لما نتعور بحاجه مصديه او ان احنا نقع على الارض ونتعور ويلمس الجرح بتاعنا تراب، وبالتالي نتعدي ببكتيريا التيتانوس. طيب في الشهر الرابع بناخد نفس التطعيمات. طيب في الشهر السادس بناخد نفس التطعيمات. طيب في الشهر التاسع بناخد تطعيم البوليو اللي هو الضيف الدائم علينا في كل الجدول بتاعنا، وبناخد معاه جرعه من فيتامين اي. طيب بعد سنه بناخد تطعيم الحصبه ومعاها تطعيم شلل الاطفال الحاضر الدائم. طيب بعد سنة ونص بناخد تطعيم شلل الأطفال ومعاها الدي بي تي تاني، لو تفتكروا دفتيريا تيتانوس وبرتاسس اللي هو السعال الديكي. طيب بعد سنتين بناخد تطعيم الدي تي اللي هو الدفتيريا والتيتانوس بس من غير البرتاسس المرة دي، وبناخد معاه كمان تطعيم شلل الأطفال. بأكد لو محتاجين أي حاجة اذكروا لنا في الكومنتات، ولازم نطعم أطفالنا.